بسم الله الرحمن الرحيم. سوف نتحدث عن محمد فريد. هو زعيم سياسي من أسرة ميسورة، ولد بالقاهرة وتخرج في سنة 1887 ميلاديا في مدرسة الحقوق، وعين في الدائرة الثانية حيث كان أبوه أحمد فريد ناظرا له، ثم في النيابة العامة، ونقل منها بإيعاز من الاحتلال إلى مغاغة، فأعلن استقالته من الحكومة واشتغل بالمحاماة، ثم اعتزل المحاماة لما رأى أنها تشغله عن التفرغ للجهاد، وانضم سنة 1906 ميلاديا إلى الحزب الوطني الذي أسسه مصطفى كامل، وصار ساعده الأيمن في إحياء الحركة الوطنية. وقبل أن يتوفى مصطفى كامل عام 1908 ميلاديا، أوصى أن يخلفه محمد فريد في رئاسة الحزب، فاطلع بمهام الكفاح الوطني في ظروف عصيبة. وفي سنة 1911 ميلاديا لفقت له تهمة صحفية حكم عليه بالسجن 6 أشهر، وخرج من السجن ليواصل كفاحه، واستعمل في كفاحه نفس الوسائل التي استعملها مصطفى كامل، وهي الصحافة والخطابة والكتابة والاجتماعات، وزاد عليها عقد المؤتمرات في أوروبا. فعقد سنة 1909 ثم سنة 1914 ميلاديا مؤتمر الشبيبة المصرية في جنيف، وعقد سنة 1911 ميلاديا مؤتمر بروكسل دافع فيه عن حق مصر في الاستقلال، وحمل على الاستعمار وصنائعه حملة شعواء فاضطهدته حكومة عباس حلمي. وفي سنة 1912 ميلاديا نصحه أعوانه أن يرتحل إلى منفاه في أوروبا ليتجنب الاضطهاد، ولم ينقطع الجهاد طيلة 7 سنوات دافع فيها عن القضية المصرية في مؤتمر السلام الذي عقد في جنيف 1912 ميلاديا، وفي لاهاي 1919 ميلاديا، وكذلك بالكتابة في الصحف والمجلات والتحدث في المجتمعات وفي كل بلد يحل به. وظل على كفاحه ونضاله حتى وفته المنية في 15 نوفمبر 1919 ميلاديا. كانت حياة محمد فريد تغذية للروح الوطنية وتمهيدا لثورة 1919 ميلاديا، حيث أنفق ثروته وضحى براحته وحريته، فسجن ونفي وقاس في منفاه من الفقر والمرض، وانتهى به الأمر أن ضحى بحياته نفسها في سبيل قضية مصر، حيث نصحه طبيبه أن يهادن الإنجليز ويرضى بفرض الحماية على مصر، وأن يعود إلى مصر ليستريح ويعالج في جوها الدافئ من مرض الكبد، ولكنه رفض ذلك حفاظا على مبدأه وواجبه. وإلى اللقاء في الموضوع القادم إن شاء الله. شكرا.